حظا وليس أمرا. لا شير متابع وتعال نديك الجديد. برشلونة في الصدارة بجدارة واستحقاق يا جماعة بالفوز على بلد الوليد 7-0. العنوان البارز الطلعوا بالمدريدين بعد المباراة انه قالوا يا جماعة برشلونة لم يسجل الثامن، او المدرب فيليك يا جماعة منع لاعبين برشلونة انه ما يسجلوا الثامن يا جماعة، احتراما لمشاعر واحساس جماهير برشلونة انه ما يذكرون بنتيجة بايرن ميونخ وبرشلونة 8-2 في دوري ابطال اوروبا. حلو معك. ما نحن كمان بيجان نقول لك يا جماعة نحن ما نملك كيليان امبابي ولا فينيسيوس جونيور ولا جود بيلينغهام طبعا، ولا تعاطف الاتحاد الاسباني وطبعا تيباس ولا اموال بيريز، لكن برغم ذلك يا جماعه نحن فوقك وفي الصداره عن جداره واستحقاق. طبعا الشيء اللي اكثر ملاحظه في فريق برشلونه حاليا وهانزي فليك هي يا جماعه رغبه الفريق للفوز او رغبه اللاعبين في الضغط العالي طوال 90 دقيقه، وده اللي كان فقدناه مع تشافي الموسم اللي فات. شوف يا جماعه نفس الاسماء اللي موجوده حاليا اللي بتلعب مع هانزي فليك هو اللي كان بيلعبوا مع تشافي، وشنو اللي اتغير؟ طيب دي اللي واقعيه اللي بيلعب بها المدرب وكيفيه التعامل، مع انه الموسم اللي فات كان يا جماعه او الموسم الحالي غياب ابرز النجوم اللي كان بيلعبوا مع تشافي الموسم اللي فات اروخو وديون وبقيه اللاعبين، لكن هانزي فيليك بالواقعيه اللي بسيطه قدر يقدم برشلونه يا جماعه كافضل نسخه ممكن طبعا يقدموا موسم ممتاز.